السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى مع بعض كده ان شاء الله اقول لكم هنعمل ايه النهارده. هنعمل كفتة البسارية. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنحمص شوية غلة على قد ملو ايدك مرتين كده، ونحطهم على النار ونحمصهم. هم فعلا اتحمصوا خلاص اهما. هنطفي عليها بقى ونبردها. هنعمل ايه بعد كده؟ هنطحن الغلة بعد ما بردت، وادي الطحن اللي احنا طحناه في كبة الخلاط. نكمل عليها، نخلناها وناخد الخشن نطحنه تاني. طبعا كنا غاسلين كيلو رز ونقعينه ساعتين ونشفناه زي ما انتوا شايفين على حتة بيضة، والحمد لله نشف. هنروح عشان نطحنه هو كمان. وكده طحنا الرز وخلصناه. ومعايا بطاطستين، بطاطسايه وسط وبطاطسايه صغيره، ولفتهم بالملح وسبتهم شويه سردوا الميه بتاعتهم، وغسلتهم تحت الحنفيه وعصرتهم كويس. وبعد كده هنضيفهم باذن الله على الخلطه اللي احنا عاملينها. وادي ربطه شبت حلوه وربطه كزبره، وعندنا راس توم بامر الله. وهنقوم خالطين عليهم بصلتين كبار بسم الله مخرطين. وطبعا فاكرين التوم اللي احنا كنا مفرزينه، اللي هو العيدان بتاعة التوم. طبعا ما تنسوش الطحن بتاع الغلة، وهو ده سر جمال الكفتة ان شاء الله. وده اللي قالت لي عليه بنت اخت جوزي حبيبتي، عندها ضمير جدا والله، وما بسألهاش على حاجة الا وبتفيدني. ربنا يا رب يخلي لها اولادها ويخليها لي. وهنحط بقى دلوقتي باذن الله الرز اللي احنا برضو طحناه، ونخلط كله على بعضه بأمر الله، ونبدأ ان احنا نفرمها في المفرم. وطبعا كان عندي كيلو من البسارية متنضفة ومتعانة ومتفرزة. فطبعا دلوقتي بقى انا هخلط كله على بعضه ان شاء الله، ونشوف بإذن الله في الاخر بعد ما افرمها هنعمل ايه. ملح، وطبعا ده حسب الرغبة، انت بتعملي وبتقلبي، وبعد ما بتقلبي بتحمري واحدة وبتشوفي طعمها عجبك ملحها تمام، ما عجبكيش وعايز شوية كمان تزودي. لما تزودي احسن ما ايه ما يبقى كتير وما نعرفش نقلل. عندنا نص معلقة برضو من دي ملح، فلفل اسمر. عندنا معلقة ونص كزبرة ناشفة، نص معلقة كمون، ربع معلقة قرفة. عندك بهار سمك ممكن تضيفي برضو. اهي يا حبايبي بعد ما خلاص ما شاء الله خلطت كله في بعضه، وناعمه جدا على فكره، لان انا طبعا طحنين كل حاجه لوحدها. ولكني برضو هحاول ان انا اشوف لو اديتها وش تاني هتبقى ازاي. هي كده مش محتاجه خالص وش تاني، بس لو اديتها علشان الخضره او العيدان بتاعت الخضره ممكن تكون عايزه كمان ضربة وش تاني. لكن هي جميلة جميلة جدا، ولحم البسارية كده باين فيها وتحفة. يعني لو احنا دلوقتي صبعنا وكورنا وحطينا في الزيت احلى حاجة واحلى طعم هتاكليه، بس طبعا بعد اضافة التوابل بتاعتها. هنا بقى يا حبايبي عاملين طبق فيه شوية زيت علشان ندهن ايدنا بيهم، وبعدين نصبع الكفتة كور او صوابع. شايفين لحمة البسارية باينة فيها وجميلة ازاي. طبعا علشان انا ما اديتلهاش الوش التاني، لان ما جيت اديهولها ببص لقيتها نعمت قوي. لا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها حلوة. هي ناعمة جدا على فكرة، الرز مطحون ما فيش اي حاجة محصلمة. لكن انا حباها كده. انتوا عايزين تدولها وش تاني براحتكم. هنصبع بقى باذن الله ونحط في الطبق هنا ونروح على النار. اهم يا حبايبي عملوا معايا الكميه دي ما شاء الله. طبعا انا كنت فاصله كيسين كده، ده كيس وفي كيس كمان هفرزهم باذن الله في الفريزر عشان ولادي الحلوين لما يجوني باذن الله. واحد طبعا في الجيش، ربنا يا رب يجيبه بالسلامه، والتاني يزوروني كل سنه مره، بس الحمد لله. احنا طبعا بنستناهم باذن الله علشان انا ما بعرفش اكل حاجه من غيرهم، فلازم عندهم الحاجه اللي انا باكل منها بامر الله. فانا دي كميه انا عايزه بس اقول لكم ان هي ما فرطتش كده بس، لا في كيسين كمان انا هعينهم اهو في الفريزر. تعالوا بقى على النار ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. طبعا احنا سيبنا الزيت شويه علشان يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا ان احنا
نحط واحده ونشوف سخن شويه ولا لا. لا، هنستنى عليه شويه. كده خلاص الزيت سخن معانا، نبدا ان احنا نرصص فيها بقى ايه. وطبعا احنا ممكن برضو نعمل مكان البسارية اللي احنا حاطينها، ممكن نعمل لحمة، ممكن ما نعملش خالص ونكتفي ان احنا نحط تبقى كفتة بالبطاطس. وبعد كده ممكن تعملي بقى جنبها لحمة محمرة ولا حاجة اللي بتحبيه. بس طبعا الغلة بتعمل ليها بصراحة طعم خطير، وبتخليها طرية وجوسي كده، تلاقيها مقرمشة من بره وطرية من جوه وحلوة قوي، جميلة جدا. طبعا في ناس بتحبها برضو محمرة، وفي ناس بتحبها بدمعة، وممكن نسلقها في شوربة ونقوم حاطينها في بيض ومحمرينها، تبقى جميلة برضو قوي. طيب طبعا انا دقت الكفتة ولقيتها حادقة، يبقى انا اقلل كمية الملح في الاول، لان احنا كده كده هنحط اصلا في الدمعه ملح، فاحنا لو لقيناها حادقه يبقى هنخفف الملح في الدمعه خالص، هتنزل هي بقى ايه حدقها ده في الدمعه. يعني المهم ان احنا بنداوي ده بده ونشيل كله لبعضه، المهم ان احنا من ايه ما نطلعش مننا الطبخه تبقى حادقه معانا. طيب لو العجينه معاكي حسيتي ان هي عايزه سايبه مش ماسكه زي ما انا عاملاها كده، يبقى هي محتاجه مثلا شويه معلقتين دقيق يمسكوها، او تطحني شويه رز تكوني نقعاه برده وغسلاه او يمسكوها كده يعني. طيب حسيتي انها ماسكه قوي جامده، بصله مفرومه وقلبيها عليها، هتديلها الميه بتاعتها تطريها. كل حاجه ولها حل يا جماعه، احنا طبعا طول ما احنا واقفين زي ما قلت لكم في المطبخ احنا المخترعين، تمام، مش يقول لك الحاجه ام الاختراع. كده بقى نقلي بصله، بسم الله، وصلت للون ده ننزل عليها بسم الله الطماطم، عصير الطماطم. اسيب بقى الدمعه على نار هاديه كده تتسبك مع البخار، مخليكم طبعا مش شايفين، هتتسبك مع البصله لحد لما البصله تستوى فيها بامر الله. ابدا ان انا بقى ايه اسقط فيها الشوربه والكفته، تمام، طريه جدا وجميله للي عندهم مثلا القولون تعبان، اللي عندهم الحاجه الناشفه بتتعب القولون. كده بقى ما شاء الله احنا خلصنا وعملنا الجزء اللي بدمعه والجزء المحمر، وكله طعم جدا، ما اقدرش اوصف لكم الجمال والطعامه. طبعا معلقه بقى على الرز لسه بيتردد على النار. معانا بقى دلوقتي الزيتون كمان الجميل اللي احنا لسه مخللينه قريب اهو، ما شاء الله جميل، هو قرب يخلص اصلا. عايزين بقى نشوف الكفته، بسم الله، نشوفها بقى كده مستويه ولا ايه. شوفوا ما شاء الله، تاخدش كمان جهد في التقطيع، ما شاء الله مستويه جدا وجميله قوي قوي، والله بجد انا نفسي تاكلوا معايا، بس طبعا مش طايلاكم. وطبعا الكفته المحمره مستويه برضو، بصوا ما شاء الله جميله قوي وطعمها خطير وطريه، ماهيش ناشفه، تحس انها مقرمشه من بره وطريه من جوه، يعني بتدي لجميع الاغراض اللي انت عايزاها، مقرمشه من بره طريه من جوه، مش محموشه ولا ناشفه ولا محروقه ولا اي حاجه. واللي بدمعه زيها تحفه برضو جميله جدا ما شاء الله، سواء كوره سواء صابع، الاتنين زي بعض، الاتنين جمال، بسم الله اهي. الاتنين طبعا سوا واحد لانهم مع بعض في الحله. اهم حاجه بس دايما تاخدي بالك منها ان انت الدمعه بتاعتك ما تبقاش قليله، تبقى الكفته كده عايمه فيها حلوه، وتبقى حلوه سمكها حلو، مش سايله قوي ولا تقيله قوي اهي، سمكها حلو مش سايله ولا تقيله،
طعمها جميل بالشوربه بتاعتك الجميله. والف هنا، متنسونيش لايكاتكم الحلوه، اشتراكاتكم الجميله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.